سؤال بقى مهم جدا. اتفضل. الشهرة بقى عملت معاك ايه؟ ما لسه ما عملتش. لسه ما ادينا بنشيل. لا بس انت اكيد يعني في المنطقة صحابك القدام. لا في المنطقة عارفيني من ايام الله يسهل لك يا عم، والشويتين اللي بيتقال لك دول ولا اي حاجة، كلنا عدينا منهم. انا الحمد لله يعني ممكن بسبب السوشيال ميديا ناس تعرفني، لسه مش بسبب التلفزيون. لا انا بكلمك على المستوى، عيلتك، اخواتك، قرايبك، جيرانك، كله بقى بيجي يقول لك بقى خدنا معاك في حاجه. يعني كله مصلحه يعني. انا لو في ايدي اخد في حاجه، ما ناخد نفسي الاول ما نشوف. يا عم انا عايز اقول انا لما اول اشتغل مذيع السنه دي مصر كلها بتكلمني ان انا شريك في قناه الشمس. طلعني في حاجه، شغلنا وعملنا يعني. طبعا انا نفسي اساعد الناس كلها والله، انا مش قصدي، بس اكيد طبعا. بس يا جماعه انا يعني انا موظف على فكره برضه يعني. انا لو هقدر افيدك يعني روح للاداره، مش انا مش الاداره والله. وبعدين انت يعني بص اقول لك على حاجه، هو من حق اي حد طبعا يبقى عنده طموح طبعا بس طبعا. الاول بس اجتهد او اعمل حاجه، اعمل حاجه تخليني، مش تخليني انا، تخلي منتج ازكيك يا اخي او مخرج يشوفك بالظبط. الله يبارك. لما انت بتبقى مش عامل اي حاجه واعتمادك الاساسي على ان بنت خالتك بتضحك عليك، ايوه هتفتكر ان انت موهوب وممثل جامد وانت موهوم اساسا. هي دي المشكله. طب انت ما فكرتش تعمل برنامج؟ يعني تروح تقدم في قناه مثلا وتعمل برنامج؟ هو بيعمل احسن من كده. انا على فكره انا اشتغلت، لا بس دي خطوه ثانيه طبعا. التلفزيون اشتغلت في كذا حاجه، برامج على التلفزيون، بس حاجه بتاعتي انا لا لسه ما حصلتش. بس انا اشتغلت في برامج كتير جدا في تقريبا في جميع القنوات يعني. لكن حاجه بتاعتك انت من حاجه بتاعتي انا لا لسه ما حصلتش. قدام بس قدام ان شاء الله ربنا قدام اكيد هتعمل كده. ونفسي اعملها، بس برضه بيبقى جواك خوف من ايه؟ هيبقى عليك شويه قيود. مش بتكلم قيود على الالفاظ وعلى الحاجات، على اختيار المواضيع وعلى الحاجات. انت على السوشيال ميديا براحتك طبعا، مفيش رقابه اصلا. براحتك شويه، مفيش مشكله يبقى في رقابه، ما عنديش مشكله. أيوة كده انا اصلا انا على السوشيال ميديا انا في اطفال والله بتتابعني بامهاتهم بابهاتهم، برافو عليك. فبالتالي كده مش هخرج عن النص المعتاد. لا مواضيعك يعني محترمه وما بتقولش الفاظ خارجه يعني خالص. انا ما اتكسفش ان انا ابني يفتح السوشيال ميديا ويقعد يتفرج عليه. لا خالص خالص. كأنه واقف على خشبه المسرح. أيوة برافو عليك. لان احنا في الكافيه بتاعنا احنا بنحاول نجيب الانماط اللي فعلا يعني بتفيد المجتمع، او ان هي بترفه عننا بشكل يحترم الجمهور ويحترم الناس. لان احنا بنشوف ناس طبعا ظاهره التيك توك دي عملت بلاوي سوداء واطفال صغيره مع ان هو ابلكيشن هايل على فكره. هو ابتدى على فكره يحسنوا وجهه النظر الناس فيه دلوقتي، يعني هم شغالين على ان هم يعملوا منه كونتنت محترم. هو نفسه بيديك امكانيات، يعني هو بيخليك تقدر تعمل حاجات لو هتعملها على برنامج مونتاج هتقعد 3 ايام. هو بيعملها لك في ثواني، ان انت تحط دقن بيضه، شعر ابيض، حاجات كده تفاصيل. وفي نماذج منه نماذج محترمه. وكان هنا ضيفتنا في الكافيه نانسي زيدان بتعمل ميك اب بالظبط كده. الفكره كلها انت هتستخدمه ازاي. صح. اللي بيستخدموه للاسف بيقعدوا يشغلوا اغاني ويقعدوا يرقصوا عليها ويحركوا بقهم، ولا اللي بيقعدوا يشتموا في بعض يعني، وبيقعدوا يعملوا حاجات غريبه يعني. بصراحه يعني حرام. يعني انتوا عندكم فرصه ان انتوا تتشافوا يا جماعه، فاستغلوا الفرصه دي. ليه تقعدوا تتفهوا بقى من الموضوع؟ وبعدين التفاهه اللي انتوا بتعملوها دي صدقوني مش هتعيش قدام. لا خالص. يعني لو ضحكتني النهارده مش هتضحكني بكره. صح. ولو انا بحبك النهارده ممكن استدفهك بعد كده. فحافظ على النعمه. انا شايف ان دي نعمه ان انت طبعا عندك منصه خاصه بيك. احنا على ايامنا يا عم الكلام ده خالص. مش محتاج لازم يبقى معرفه شخصيه بمين عشان تطلع. انت ممكن تعمل فيديو يشوفك منه كل نجوم مصر من فيديو، فدي وسيله هايله يعني. طيب